وعلى ولاة أمرنا وعلى المسلمين جميعا بالخير والعز والنصر والتمكين. أيها الأخوة المسلمون، بهذه المناسبة باسمكم واصل الحرمين الشريفين نرفع أجمل آيات السعادة لمقام ولاة أمورنا بمناسبة حلولها بالشهر الله شاكرين الله عز وجل على ما من به عليهم من إدراك هذا الشهر الكريم، ونحن في خير وأمن ونعم عظيمة. نسأل الله أن يزيحنا شكرها، ومن أهمها خدمة الحرمين الشريفين وهذه الجنود المليونية التي تؤم البيت الحرام معتمرة زائرة راكعة ساجدة آمنة مطمئنة، فيا لها من نعم عظيمة. إدراك هذا الشهر الكريم نعمة من نعم الله عز وجل، وليس العبرة ببلوغ هذا الشهر، وإنما العبرة بأن يبارك لنا فيه وأن يتنافس الجميع فيه بالأعمال الصالحة بحسن الصيام وحسن القيام والحرص على الأوقات وضبطها فيما يقرب إلى الله جل وعلا من تلاوة القرآن ومن الأذكار ومن عمل الخير والبر ومن أعمال الخير كلها، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة. فنحمد الله أنفسنا وإياكم بتقوى الله عز وجل والحرص على حسن الصيام والقيام وإدراك هذه النعمة، وأن يكون رمضان فرصة لكل مسلم أن يغير حاله إلى الأفضل بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. ومع حلول شرف الزمان نحن نعيش في شرف المكان، في هذا المكان المعظم في بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين.